السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا دينا هعمل معاكم النهارده كنافه بالمهلبيه او القشطه بالطريقه العاديه خالص بتاعت زمان. هنعملها بطريقه سهله مش تاخد معانا اي وقت خالص ومن غير اي تعقيدات. هتجربوها بالطريقه دي مش هتجيبوها من بره تاني. اول حاجه هنبدا نجهز الشربات بتاعنا اللي هنسقي بيه الكنافه. هنحتاج كوبايتين سكر حبيبات عادي، وهنزل عليهم بكوبايتين ميه. الشربات بتاعنا هيبقى مقدار السكر هو نفسه مقدار الميه. انا هعمل الشربات وسط، مش خفيف قوي مش تقيل قوي. اللي بيحب الكنافه تبقى ناشفه شويه يتقله، واللي بيحبها طريه وبتدوب كده يخففه شويه. هنا قلبت السكر والميه مع بعض على البارد، وبعدين رفعتهم على النار واديتهم تقليبه تانية قبل ما يبتدوا يغلوا. واول ما بدأوا في الغليان اديتهم عصرة ليمونة وكيس فانيليا. انا بحب اضيف الفانيليا، بتدي طعم وريحة حلوة. هاجي هنا في اي صينية عندي هنزل بنص كيلو الكنافة بتاعي. طبعا الكنافة لازم ابقى مطلعاها من الفريزر على طول قبل ما ابدأ اشتغل فيها عشان اقدر افرمها بسهولة. هحط الكنافة في الصينية وهبدأ افرمها بايدي بالطريقة دي. طبعا لو مش حابين نستخدم ايدينا ممكن نفرمها بالكبة. انا فرمتها خشنة شوية مش ناعمة قوي، اللي حابب يفرمها انعم من كده عادي. هضيف على الكنافة بتاعتي معلقتين كبار سكر بودرة وهبدأ اوزعهم عليها بالطريقة دي كده. وانا هنا سيحت كوباية وربع زبدة، نزلت بيهم على الكنافة. طبعا ممكن نستخدم اي نوع سمنة عادية او زبدة بلدي عادي، كل واحد واللي يفضله. اهم حاجة اوزع الزبدة بتاعتي على الكنافة كويس جدا. وانا هنا للنص كيلو كنافة استخدمت صينية مقاس 30، بطنتها كويس جدا بالزبدة من تحت ومن الجوانب. طبعا الزبدة بدرجة حرارة الغرفة مش زبدة سايحة. وهنا هبدأ انزل بالكنافة وهفردها في الصينية بتاعتنا. وطبعا هحاول على قد ما اقدر افرد الكنافة كده بايدي وانا بنزلها في الصينية عشان ما تبقاش مكلكعة معايا. وطبعا الطبقة اللي تحت لازم تبقى طبقة كويسة عشان هي اللي هحط عليها المهلبية. ولازم طبعا اضغطها كويس جدا كده بايدي عشان ما يبقاش فيها اي فراغات. وانا هنا خليت الجوانب عالية شوية عشان المهلبية متطلعش برا الكنافة. ودلوقتي هبدأ اجهز المهلبية بتاعتنا بالطريقة العادية خالص. نص كيلو لبن وحطيت عليهم 4 معالق كبار نشا، دوبتهم مع بعض كويس الاول على البارد، وبعدين رفعتهم على النار لحد ما يدوني قوام كريمي كده. طبعا الكنافة لما تبرد القوام ده بيتقل اكتر من كده. هبدأ انزل بيه وهو ساخن كده على الكنافة. طبعا اللي حابب يتقله سنة بسيطة عن كده عادي، بس بلاش يبقى تقيل قوي. وهبدأ افرد طبقة الكنافة التانية من فوق كده. طبعا لازم نخلي بالنا واحنا بنفرد الكنافة عشان المهلبية بتاعتنا لسه كريمي ما تمسكتش كويس. بعدين هنضغط عليها حاجة بسيطة كده خالص من فوق. نحاول على قد ما نقدر ما نضغطش جامد، احنا بنساوي الوش بس. هدخلها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180. اول ما الاقي الجوانب بدأت تاخد لون فك عن الصينية هشغلها الشواية عشان تاخد لون من فوق. وهبدأ انزل بالشربات بتاعنا على الكنافة وهي سخنة لسه طالعة من الفرن. وطبعا الشربات بتاعنا لازم يبقى بارد. وبعدين هسيب الكنافة على جنب لحد ما تتشرب كويس وتبرد عشان اقدر اقطعها بسهولة. بجد بسم الله ما شاء الله الكنافة طلعت جميلة شكلا مضمونا، واخدة التسوية المظبوطة واخدة اللون المظبوط، وطعمها كان طالع جميل جدا وسكرها مظبوط. جربوها بالطريقة دي هتبطلوا تجيبوها تاني من بره. وبكده نكون خلصنا وصفتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير. باي باي.